اسال حضرتك برضو مريض السكر، احنا قلنا ان ده مرض مزمن والعيان بيتعايش معاه، معنى كده ان العيان ده يعني ممكن في وقت من الاوقات يتعالج بس بالنظام غذائي والنظام رياضه ومن غير ما يحتاج ادويه؟ هل في بعض الحالات ممكن تبقى توصل ان هي مدى التزامها يخليها تقدر تكون ملتزمه من غير دواء؟ بص يا دكتور احمد، هو طبعا اول نقطه بقولها لمريض السكر اول ما يجي لي طبعا نظام الحياه والاكل والرياضه، دي نمره واحد بقول له عليها. دي الاساسيات، دي نمره واحد اصلا اساسا. تمام. هل هو هيستجيب بس على النظام ده ويبقى سكره مظبوط من غير علاج او لا؟ بالمتابعه. تمام. هو اول خطوه احنا كده يعني هنحافظ في النشويات والحلويات يعني هيمشي على نظام اكل معين، نظام اكل صحي ورياضه وحركه وكده، وهنتابع السكر. لو لقينا السكر مظبوط خلاص احنا مش محتاجين نزود ادويه، وصل للتارجت اللي انت حاطه، انت حاطط لك هدف عايز توصل التراكمي مثلا بتاعه 7 أو 6.5 او احنا مش هنزود ادويه، بس هل قصدي في بعض الحالات حضرتك كان النظام ده كافي بالنسبه لها؟ يعني في اللي هو القصه ديت كافيه بالنسبه لها؟ في طبعا، لان انت لو انت جالك سكر دلوقتي انت ما كنتش تعرف ان عندك سكر، فطبعا كنت بتاكل اكل طبيعي وعمال طول النهار بتاكل حاجات حلوه وبتروح هنا وبتنزل هنا وما بتعملش رياضه. فلما بتبتدي انت عارف ان عندك سكر بتغير نظام حياتك، ممكن لايف ستايل طبعا ده بيتغير كله. قد يكون ده كافي انه السكر يتظبط عليه، تمام. او محتاج المساعده بادويه، فحسب بقى كل مريض. في مريض هيكتفي بده بس ويبقى سكره كويس مع المتابعه طبعا، وفي واحد لا لازم نساعده بادويه، لازم نساعده بحاجه ثانيه. فيعني مش كل الناس زي بعضها. تمام. في الحته بقى بتاعت الادويه اللي معروف عند اغلب الناس، الادويه يا اما ادويه التابلت الاقراص اللي بتتبلع عادي او ادويه الانسولين. في بعض الناس برضو كانت بتقول احنا مثلا لو مجرد انا دخلت والدكتور كتب لي انسولين عشان انا مثلا السكر بتاعه انا رايح اكشف لقيته عالي فادالي انسولين عشان يظبط الدنيا، هل معنى ان هو دخل في سكه الانسولين يبقى خلاص كده ما ينفعش يبطله؟ السؤال ده مهم، ويعني احنا بنواجهه كتير فعلا على ارض الواقع مع الناس فعلا. يقول لك لا انا مش عايز اخد انسولين عشان ما انا هتعود عليه وكده. أيوة. هو الانسولين نوع من الادويه زي الاقراص، ده ليه وقته وده ليه وقته. هديك مثالين في الوقت ده. نفترض واحده ست عندها سكر وبتاخد اقراص وسكرها مظبوط وكله تمام، بس حملت بقت حامل، فالاقراص كلها ما تنفعش مع الحمل، هنضطر لازم ندي انسولين عشان الانسولين ده هرمون موجود في جسمنا، فاحنا متاكدين ان هو امن على الحمل وعلى الرضاعه. تمام. هناخد الانسولين خلصت الحمل والرضاعه وهنرجع ناخد الاقراص بتاعها عادي خالص، ترجع تاني مفيش عادي خالص. تمام. في واحد تاني بقى مثال التاني، واحد بياخد نوع واثنين وثلاثه انواع اقراص وبياخد جرعات عاليه وسكره برضه عالي جدا ومش راضي يتظبط، مش متظبط، مضطرين هنا بقى نقلب على انسولين، بس هنا هيبقى ماشي عليه على طول لان هو خلاص البنكرياس بتاعه اصلا فاشل، مش قادر يعني مش هيقدر يظبط يستنفذ كل بالظبط كده، فده لازم هياخد انسولين، ده هيمشي عليه على طول بقى عمره. تمام. فهو كل حاله يعني في ممكن يقدر نرجع نرسل الانسولين، وفي حاله اقول لا انت لازم تاخد انسولين على طول. تمام يا دكتور.